السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو النهاردة هنتكلم عن ال if statement، وهنعرف يعني ايه if ويعني ايه else، وهناخد أمثلة عملي عليهم. تمام؟ طيب تمام. فأول حاجة كده أحب أقول لك إن أنت لو كنت أخدت كورس ما قبل البرمجة أو اتعلمت أي لغة برمجة تانية قبل دارت زي PHP أو زي بايثون أو زي أي لغة تانية، تمام؟ فانت نفس الاف ستيتمنت او الاف والالس والحاجات دي انت كلها عديت بيها. تمام؟ فالفيديو ده مش هيبقى مهم قوي بالنسبه لك، فانا اختصرت عليك كل الوقت وجبت لك كتبت لك كود جاهز. تمام؟ وهشرح لك عليه النهارده. تمام؟ طب تمام، يلا بينا. اول حاجه كده، اول مثال عندي هنا، تمام، ان انت مثلا لو بتيجي بتنشئ حساب في ابلكيشن، اذا كان ويب او موبايل او ايا كان نوع الحساب. تمام؟ فانت بتدخل بياناتك، من ضمن البيانات اللي انت بتدخلها بتكتب السن. في كذا ابلكيشن او موقع وانت بتكتب السن فيه، السن بتاعك لو كان اقل من 18 سنة ما بيدخلكش. تمام؟ طيب تمام. ازاي الكلام ده بيحصل؟ اقول لك انا ازاي. اول حاجة احنا هنا عملنا متغير، المتغير ده من نوع انتجر، متكون فيه كتبت فيه مثلا 21 اللي هو السن بتاعي. تمام؟ يجي هنا دور الابليكيشن. تمام؟ في النقطة دي بيبتدي يتشيك. هنا عندك الاف، وعندك ده المتغير اللي هو بتاع السن اللي واخد القيمة من المستخدم. تمام؟ هنا بيتشيك عليه، بيقول له اكبر من او يساوي 18. تمام؟ هنا بيقول لك لو كان اكبر من او يساوي 18 نفذ حاجة معينة. تمام؟ او نفذ الكود ده اللي هو انا حاطط له هنا برنت. تمام؟ طيب else اللي هو غير كده، لو ما كانش يساوي او اكبر من 18 نفذ حاجة تانية خالص. تمام؟ انت طبعا هتقول له هتكتب له كود كامل مثلا بالحاجة اللي هو المطلوب ينفذها. تمام؟ بس انا كتبت لك برنت اللي هي ان احنا هنطبع له حاجة على الشاشة. تمام؟ طيب تمام. تعال نرن الكود ده وهنشوف النتيجة بتاعته هتكون عاملة ازاي. تمام؟ انا السن بتاعي هنا 21. كتب لك مرحبا او طبعا مرحبا اللي هي اول واحدة. تمام؟ يعني الكود ده مادام اتنفذ خلاص مش هيوصل لهنا. تمام؟ طيب تمام. طيب انا مثلا لو اقل من 18 17 سنة، تمام، جيت اعمل رن للكود، قال لك غير مسموح بالدخول اذا كان عمرك اقل من 18 سنة. حلو قوي، كلام جميل جدا. طيب تمام. طب عايزين ناخد مثال تاني عملي اكتر من كده. ده كود بسيط بيتشيك على العمر بتاعك. تمام؟ او بيتأكد ان العمر بتاعك اكبر من 18 ولا 18 ولا اقل من 18. تمام؟ انا هنا طيب لو قلت له 18 بالظبط هينفذ الكود اللي هو في الاول. تمام؟ ومش هيوصل للإلس اللي تحت. كتب لك مرحبا. تمام؟ طيب هنا لو شلت يساوي كتبت له اكبر من 18 سنة بس، وانا كتبت السن 18، مش هينفذ معانا اول كود، هينزل على الاختيار التاني اللي تحت اللي هو قال لك غير مسموح بالدخول اقل من 18 سنة. تمام؟ مع ان انا هنا حاطط له 18 بس انا ما قلتلوش يساوي 18 اللي هي القيمة نفسها، انا قلت له اكبر من 18. تمام؟ عشان تبقى فاهم ايه نقطة زي دي. وزي ما قلت لك قبل كده الكلام ده لو كانت شرح لك في اي لغة برمجة تقدر ان انت تسرع الفيديو. تمام؟ طيب تمام. عايزين ناخد مثال عملي اكتر من كده. يعني ايه الكلام ده؟ تعال اقول لك انا يعني ايه الكلام ده. هنشيل بس ده من هنا. تمام؟ هنشيل كومنت من على الكود ده. تمام؟ طيب تمام. انا دلوقتي عندي كود تاني خالص او اف تانية خالص كتبتها لك هنا اهو. تمام؟ تمام. طيب عايزين نعرف دلوقتي مثلا الاول انا كنت بتشيك على العمر بخيارين، اول واحد اللي هو الاف وتاني واحد اللي هو الالس اللي هو لو كان يساوي او اكبر من 18 او لو ما كانش 18. تمام؟ طب انا لو عندي اكتر من خيار عايز ادي صلاحية لكل واحد، يعني اللي هو 18 سنة هيدخل في حتة معينة هديله صلاحيات معينة في الموقع،
وال20 هعرض له حاجة مختلفة، والسن ال30 هعرض له حاجة مختلفة خالص. تمام. طيب او تعالى هديلك مثال مختلف خالص بعيد عن السن، اللي هو ايه؟ انت دلوقتي لما تخش على موقع بتشوف نتيجة الامتحان بتاعك. تمام. بعد ما اجريت الامتحان، فقصاد النتيجة بتاعتك او الرقم بيكتب لك المستوى. تمام. او التقييم بتاعك اللي هو ممتاز، او جيد جدا، او جيد، او مقبول، او دون المستوى اللي هو لو كنت اقل مثلا من الحد المطلوب، او مطلوب منك ان انت تعيد الامتحان ده مرة تانية. تمام. ازاي ده بيحصل في الموقع؟ اقول لك انا ازاي ده بيحصل. اول حاجة انت هنا عندك المتغير، عندنا متغير برضو من نوع انتجر، هيتخزن فيه القيمة اللي جاية من المستخدم، الانبوت اللي هيكتب فيه القيمة بتاعت المستخدم، او بتيجي عندك من قاعدة البيانات. زي ما قلت لك ده امتحان مثلا، والمدرس بعد ما عمل صحح ادالك النتيجة النهائية مثلا. تمام. فاول حاجة هناك كان عندك الاف. تمام. اما هنا عندك الالس اف. تمام. مش اول حاجة فوق كان لو ملقاش الشرط بتاعه موجود في الاف بينزل بينفذ الكود اللي جوه الالس على طول. تمام. اللي هو الاختيار التاني. طيب انت هنا عندك else if، مش else بس، مش لوحدها. تمام. طيب تمام. دي بتعمل ايه؟ دي بيبقى فيها شرط تاني او كونديشن تاني خالص غير اللي فوق. تمام. بيبتدي هنا يتنفذ. هنا انت في الكود بتاعك تقدر تعمل اكتر من else if. تمام. وانت نازل لتحت. بس الفكرة نفسها، الكود لو ابتدى يتنفذ من اول if، يعني لو لقى الشرط ده موجود وتحقق هيطبع اول واحدة. تمام. او هينفذ الكود الموجود هنا ومش هينزل لكل اللي انت عامله تحت. تمام. طيب ولو ملقاش اول واحدة، يعني لو لقى المجموع بتاعه ما بيساويش 90 او اكبر من 90، بيجي نازل على اللي بعده اللي هي 80. طيب مش 80، بيجي نازل على اللي بعدها 70. مش موجود في 70 مثلا، بيجي نازل على اللي لحد ما يوصل اخر حاجة اللي هي الالس. تمام. يعني لو جاء عند 70 ونفذ مش هيوصل للباقي اللي تحت، وهكذا مع اي كود. تمام. تعال نجرب كده. اول حاجة هنا قالك مقبول، اللي هو وصل عند مجموع 50%. تمام. او الدرجات بتاعتك 50، فطبع لك هنا مقبول. تمام. طب تمام. طيب انا لو 90، قالك التقدير بتاعك هو ممتاز، ما وصلش نفذ اول واحد. او جات تشيك، انت زي ما قلت لك قبل كده في دارت الكود بيتقرأ من فوق لتحت. تمام. فهو جاي بص هنا على المجموع بتاعك لقى 90. تمام. فنزل لتحت على الكونديشن بتاعك اول حاجة في اول اف، لقاه بيساوي 90. خلاص هو نفذ الكود ده. تمام. وهو نازل لتحت بيكمل في باقي الابليكيشن، ما شافش الجزئية دي خالص. انت فاهم ازاي؟ تمام. طيب لو جه هنا وما شافش 90 دي، لا يساوي 90. تمام. مثلا انت 85. تمام. هتلاقيه طبع لك جيد جدا. تمام. طيب انا لو 30 مثلا، جبت 30 المجموع بتاعك 30. تمام. قالك دون المستوى اللي هي الالس، اللي هي اخر واحدة عندك في الكود. تمام. فهو نزل من فوق خد 30 معاه، نزل على اول شرط هل يساوي او اكبر من 90؟ لا. نزل على اللي بعده يساوي او اكبر من 80؟ لا. لاخر واحدة لحد ما ملقاش حاجة خالص وخلص. قالك دون المستوى اللي هي الالس. خلاص كده مفيش اي حاجة اتحققت من كل الشروط اللي انت حطيتها فوق. تمام. دي الفكرة دي او الكود ده ممكن تطبقه على اي حاجة في دماغك. تمام. او اي فكرة. تمام. فان شاء الله يعني مش هتفهم الكود ده اكتر غير لما تطبق عملي وتجرب بنفسك وتحاول ترتب افكارك مثلا. وحاول كده وانت قاعد مع نفسك او بتكتب الكود. تمام. جرب على مثال من دماغك، مثال تاني خالص غير اللي انا اديتهولك اللي هو بتاع الامتحان او بتاع السن. تمام. ده كان مجرد شرح مبسط للاف والالس. تمام. هتفهم كل الحاجات دي اكتر لما تيجي تطبق على ابليكيشن عملي، يعني تيجي تصمم ابليكيشن كامل. تمام. هتستخدم الحاجات دي اكتر من مرة وفي كل مكان في الابليكيشن، ساعتها هتفهمها اكتر. تمام. وهتعرف هي ايه بالظبط. بس دي مجرد يعني شرح بسيط عشان تفهم هي ايه.
بحيث مثلا لو كنت هتكمل معايا انا في باقي الكورس تمام، او هتطبق عملي او هتعمل ابلكيشن مع حد تاني تمام، تبقى وهو لما بيجي يقول لك اف او else تبقى فاهم هو بيتكلم في ايه بالظبط. تمام. يا رب شرح النهارده يكون عجبك، واشوفك الفيديو الجاي.